دي يسمى أوميجا بالكوري. أوميجا شاي ساقع، شاي ساقع. انا دلوقتي رايحه فين؟ انا بجد مأخره جدا واحتمال اتأخر على الايفنت بتاع نص ساعه، فمش لاحقه ان انا اجهز لكم، مش لاحقه ان انا اقول لكم انا رايحه فين ولا هعمل ايه. انا عامه بجهز حاليا ورايحه المتحف الفني الاسلامي اللي تبع ايفنت تبع المركز الثقافي الكوري، وهوريكم الاجواء في المتحف كانت عامله ازاي وهقابل مين وهنعمل ايه والكلام ده كله. انا مش لاحقه اجهز لكم، مش لاحقه اوريكم اي حاجه، انا مأخره كالعاده، ما اعرفش ليه دايما مأخر، ببقى عايزه اعمل لكم جيت ريدي ويز مي يلا هنروح وما بلحقش خالص. ما اعرفش اللي بيحصل، ان شاء الله مره كده هيحصل يعني. بس حاليا انا رايحه دلوقتي المتحف الفني الاسلامي، وبسرعه اصلا يعني انا هلبس وامشي بسرعه عشان كانوا بعيد شويه، يلا بسرعه نروح واوريكم الاجواء. طبعا حاولت على قدر الامكان ان انا اصور لكم المكان، بس المكان كان دوشه قوي، فقررت ان انا اعمل لكم فويس اوفر واشرح لكم. هنا كنت وصلت وكنت بوريكم نفسي يعني علشان ما كنتش عارفه اعمل جيت ريدي ويز مي. وهنا بقى ده المتحف، وزي ما انتم شايفين ده كان VIP، كان في ناس مهمه كتير، ناس انفلونسرز وناس تبع السفاره الكوريه والسفير الكوري وزوجة السفير. وطبعا كان في كلام كتير، كلمة يعني بيقولوها عن السفير وعن السفير مصر في كوريا، وناس كتير مهمين يعني كانوا في الحفل وكده. فهسيبكم تسمعوا الكلام وبعد كده نرجع. العلاقات المصرية الكورية الجنوبية آملا أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من النمو والتقدم. شكرا جزيلا. Of the Minister of Tourism and Antiquities and to affirm relations which have extended over 30 years since their establishment, have included many economic, industrial and tourism partnerships. Over the past 10 years, Fattah el-Sisi to strengthen ties with South Korea, which is considered one of Egypt's strategic partners. This was clearly demonstrated during the historic visit of the South Korean president to Egypt in 2022, the first visit by a South Korean president since 1991. The Korean tourism movement to Egypt has also witnessed great growth. The Korean market is considered a promise. هنا زي ما انتم شايفين كان في بوفيه وكان في اكل كوري، طبعا طعمه حلو قوي. هوريكم في اخر الفيديو كل حاجة عن الاكل. هنا بقى كنا داخلين جوه المتحف، بنشوف بقى الآثار المصرية والآثار الكورية المعروضة، اللي احنا جايين بمناسبة ان في علاقات ما بين مصر وكوريا. هنا بقى الآثار التاريخية الكورية، وكان في شرح ليها طبعا، كلنا كنا بنتفرج عليها وهوريها لكم بالتفصيل تشوفوها. وطبعا الايفنت ده بمناسبة العلاقات الدبلوماسية ما بين كوريا وما بين مصر. وعامة الايفنتس الفترة دي حلوة جدا، زي ما انتم شايفين اهو الآثار الكورية، وهنا كانوا بيشرحوها لنا.
هنا بقى ابتدى البوفيه وكلنا رحنا علشان ناكل، وهسيبكم بقى تستمتعوا بالفيديو. بصوا الاكل، اكل كوري في المتحف بما ان الايفنت كوري يعني. بصوا مريم وهي بتاكل، مريم هجمت على الاكل كله. تسنيم هاي، والاكل اهو هقعد اكل بقى. فين بقى؟ ايوه ده اعتقد زي لحمه كده بس لحمه تحفه. ما تستايو دي تسمى اوميجا بالكوري. اوميجا شاي كوري. اتس كولد تي. ايوه شاي ساقع. شاي ساقع. والله على التكفل. انا وتسنيم النهارده انا مبسوطه اكتر حاجه علشان بجد شفتها. وانا بحبها قوي بجد حبيبه قلبي. تعالى اوريكم الهدايا اللي اخدتها من المتحف امبارح بمناسبه طبعا زي ما احنا شايفين مناسبه العلاقات ما بين الدبلوماسيه ما بين كوريا ومصر. طبعا ده الكارت اول ما دخلنا هنا اهو. اوكي ماشي. وهنا ده اخدناه برضو طبعا المتحف. دي كل الحاجات اللي هي في المتحف عامة يعني اللي انا مصورها لكم وكده، بس شرحها بقى وكده. دي الحاجات الكورية يعني الحاجات الكورية اللي موجودة في المتحف اللي هو الفن الاسلامي. المتحف بيضم حاجات كورية زي ما انتم شايفين. انا مصورها لكم كلها، بس هنا طبعا دي كده يعني ايه زي تعريف عنها او نقعد نقرأه او كده شايفين. وانا طبعا فتحت دي ما قدرتش ما افتحوش. دي هدية شايفين بمناسبة العلاقات من 1995 ل 2025. احنا بقالنا كتير بنحتفل زي ما انتم شايفين. رحنا قبل كده ايفنت كان فيه ناس كيبوب وكده موسيقى كورية، وده الايفنت بتاع المتحف تحفة بأمانة بجد عجبني قوي. طبعا المتحف كان زحمة وانا مكنتش عارفة اوريكم تفاصيل قوي، حتى التصوير كان صعب ان انا اصور هناك عشان كان ممنوع نوعا ما. بس زي ما انتم شايفين بصوا ده الجراب بتاع دي يعني. بصوا بجد شايفين والالوان تحفه بجد شكلها تحفه. واو بصوا شايفين التفاصيل الديتيلز نفسها تحفه ازاي اهي. اوريها لكم شايفين الديتيلز شايفين الالوان. وده الكفر بتاعها شكله كيوت وكمان تفاصيله حلوه قوي. دي الهدايا والشنطه اهي. دي الهدايا اللي احنا خدناها من المتحف امبارح اول ما دخلنا يعني وكده. دي الهدايا بتاعته بجد حاجه تحفه. What's your name? My name is Sean. I'm from the South Korea. North Korea, no, South Korea. Where would you recommend for foreigners to hang out in Korea? It's Hongdae, of course. Hongdae is best. I like. What about foreigner?